بلال بن حبش، كيف حالك يا بلال؟ خي ابن بنش تحياتي إلك. العفو بن بنش، بعد روح بن بنش، نورت. ولا يهمك حبيبي. أنا خيك بلال من لبنان، متشيع سابق. يا هلا يا هلا، والله لبناني ومتشيع. انت مجرد لبناني انا احبك، انه متشيع لا طرقاعه. خي كنت شيعة وتركت التشيع. ها؟ كنت شيعة وتركت التشيع. هم احبك. تحياتي إلك، شكرا إلك. هيدا الناس اللي نحن بنفتخر فيهم، الله يبارك فيك. هسه انت شنو عقيدتك حاليا؟ أنا كنت متشيع وانتقلت على الإسلام، صرت مسلم. بس ما افتهم، بس يعني كنت شيعي وصرت مسلم، عرفت التشيع. نعم. جميل، يعني انت سني موحد حاليا. لا انا مسلم، ما بقول على حالي سني، لانه انا مسلم. ما بعرف اذا الاسلام يعني بيقولوا عليهم سنه. يا خيي انا كنت متشيع وتركت التشيع وصرت مسلم. اي فهمتك، يعني كنت شيعي وصرت مسلم. حلو. نعم. الان اريد منك بكل ادب وبكل احترام، الصلاه نعم. اللي تصليها كل يوم من وين جبتها؟ من يا كتاب؟ اي صلاه حبيبي؟ اي صلاه؟ صلاه الصبح مثلا. وين؟ عند الشيعه؟ لا انت مو صرت مسلم، المسلمين يصلون لو ما يصلون. نعم. الشيعه يعبدون كربلاء، حسين غريب وكربلاء، ما يعرفون الصلاه الشيعه. فانت تركت الشيعه. اسمعني. انت تركت حبيبي. الشيعه. اسمعني، انت تركت الشيعه من نعم. جماعه، وتركت جماعه كربلاء، وانا اعلم انك لست بشيعي، انك من بني اميه، سوري فسفوره، نخله وفسفوره. بس راح اسايسك كونك شيعي سابق. عموما فاصبحت مسلم حاليا، فتركت التشيع، دين البدع، دين الابتداع، دين اللطم، دين النوح، دين كربلاء، فاصبحت مسلم. صلاه الصبح اللي تصلونها، صلاه الصبح اللي تصلونها، اسمعني خلنا نكمل. تفضل. الله يبارك فيك. صلاه الصبح اللي تصلونها هي ركعتين. اريدك تثبت لي ان الرسول كان يصلي صلاه الصبح نفس الصلاه اللي قاعد تصليها. اتفضل. نعم. اوكي. اول شيء بدي ارد عليك بكلمتين. قلت لي انه انا سوري، انا الي الشرف كون سوري، هيدا واحد. اثنين يا خيي، انت نسيت انه الشيعة مو بس بيعبدوا كربلاء. نسيت انه الشيعة هلا موجود عند تبادل الزوجات، موجود بالنجف الاشقر. اخي خليني اكمل لك. طيب انت ما بتخليني اكمل. لا ما سالتك عن الموضوع اخي. لا تغير اخي العزيز. يا حبيبي انا جيت اكلمك، انت واحد بدي ارد عليك يا خيي، روق شوي. اخي اهدي. الله يبارك فيك، تفضل. اخي اهدي. اخي بكل ادب وبكل احترام. انا قلت لك ان الشيعه دين مبتدع، انتهينا، خلصنا من الشيعه. أوكي. فاصبحت اسمعني بس اسمع يا اخي، خليني احكي. شو بيك؟ عجيب، يعني قاعد اسالك سؤال كلمتين ما قاعد تجاوبني. اخي المحترم، اقول لك انت كمسلم تصلي الصبح ركعتين، صحيح لو لا؟ نعم. أنا أريد كونك مسلم تتبع سنة النبي كيف كان يصلي صلاة الصبح. أعطيني دليل حتى أكون مثلك مسلم موحد. اتفضل. أوكي، بس أنا بدي أرد عليك أول شيء على الكلام اللي أسألتني فيه، وراح أرجع لعند. لا هنا تكتم الأصوات. لا. أنت تريد أن تتهرب مني. لن أترك هذه النقطة. اسمع. ليش تكتمني حبيبي؟ ليش أكتمك لأنك تريد أن تتهرب. نعم أكتمك حتى تجيب على سؤالي. أعيد السؤال للمرة الثالثة لعله لم يسمع السؤال. أولاً، تبادل الزوجات اللي يتكلم عنه هو ورد في مصادره، وعنده عالم هو يتبعه، من أمه عليه مهرها. هذا منو يقول؟ العالم اللي يتبعه هو يقول من زنى بأمه. هذا منو يقول؟ العالم اللي يتبعه هو يقول من زنى بأمه
عليه مهرها. يعني أنت بلال بما أصبحت موحد مسلم، إذا زنيت بأختك أو أمك لازم تمهر أمك وأختك. هذا منو اللي يوصيك؟ الإسلام الأموي اللي أنت تتبعه أصلا من ولادتك. أنت من بني أمية، أنت لست بشيعتك كذاب، ولأن دينك هو يعلمك الكذب. لماذا؟ لأن عندك حديث صحيح نبي الله إبراهيم كذب 3 مرات. إذا إبراهيم النبي عندك برواياتك كذاب، فماذا تخرج مني؟ هل أنتظر منك الصدق؟ لا، فإنك كذاب، لأن إبراهيم النبي في كتبك هو عبارة عن رجل كذاب، وحاشا لإبراهيم، ورد الحق مكفول ورد في كتبهم. أعيد السؤال، أعيده للمرة الرابعة، ما يجاوب على السؤال. ما دوما تعيد راح جاوبك. لا 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 لا، تهدى هنا في جوجل الشيعة، هنا عند جوجل الشيعة، هد عند جوجل الشيعة لا يجوز رفع الصوت. عند جوجل الشيعة يكون الحوار جدا هادئ. العطوانيين عطوانيين، خوات القحبة تنيجون نسوانكم للإيراني. تدركني هلا خوات القحبة. شفت طلع معدنه، أدلبي طلع، شفت طلعنا معدنه، حدلنا له ما حدلنا لكم، ما سوينا شيء، مجرد سؤال صغير ونحليه. صلاة الصبح ركعتين، النبي شلون كان يصلي؟ خليته يصرخ للستار. شفت؟ ما سويت أي شيء، لا تجاوزت، لا سبيت، لا شتمت، لا غلطت، مجرد سؤال. صلاة الصبح النبي شلون كان يصليها؟ لكونك مسلم وتركت التشيع وأنك كذاب. شفتوا شلون ينصرون دينهم بالكذب؟ كيف تعلمون أنه من بني أمية؟ لأنه يتكلم دائما بالأمور الغير أخلاقية. دليلك على، لأن في كتبهم إن بني أمية كلهم أولاد زنا. منو اللي يقول؟ يقول ابن كثير، يقول وإن هند زوجة أبي سفيان أم معاوية كانت من ذوي الرايات الحمراء. يعني شنو الرايات الحمراء؟ يعني الريال اللي يدور له مرة منا ومنا العلامة الراية الحمراء. الراية إذا شادين الباب براية حمراء معناته دق الباب